يجدد المنتخب المغربي الوصال مع بطولة أفريقيا المحليين، هذه المرة بقيادة المدرب طارق الستاوي صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب الأولمبي بطل نسختي 2018 و2021. يدخل غمار هذه الدورة بمجموعة تضم أبرز لاعبي الدوري المغربي، تحدهم رغبة كبيرة في حصد ثالث لقب للمغرب في البطولة. التفاصيل في تقرير مراسلنا مهدي فودي. لمسات أخيرة بنفس جديد هو العنوان الأبرز لتحضيرات المنتخب المغربي قبل قص شريط مشاركته في بطولة أفريقيا للمحليين. أسماء جديدة تنضم لكتيبة طارق السكتيوي لأول مرة منذ بدء الاستعدادات شهر أكتوبر الماضي، بعد أن كان من المقرر المشاركة بلاعبين محليين من مواليد عام 2000 قبل أن يغادر عشرة من أبرز عناصر المنظومة الدورية المغربية. وضعية حتمت على السكتيوي إعادة ترتيب الأوراق والاعتماد على الأسماء الأكثر جاهزية من ذوي الخبرة في الدوري بغض النظر عن عامل السن. كناش كنظنوا بان غادي تكون واحد الانتقالات او ذهاب ديال اللاعبين اللي غادي يكون بواحد الحجم كبير الاحتراف، يعني ما كانش لاعب او لاعبين او ثلاثه، كانوا لاعبين كثار، فجعل اننا نوليو في لوبليغاسيون، يعني بحال مشروط علينا او بستيف علينا اننا نتوجهوا للاعبين اكثر من السن اللي كان متفق عليه من قبل. وكانت يعني واحد الفتره ماشي سهله بكل صراحه، بغض النظر على هاد الوقائع هادو وقائع، ولكن حنا غادي نمشيو باش اننا نجيبوا لا كوب. علاش؟ حيت كاينه لا كاليتي باش نجيبوا لا كوب. وي كاينين هاد لي كونترانت، ولكن كاين الامكانيات والمقومات باش اننا نمشيو باش نجيبوا لا كوب ان شاء الله الرحمن. توقيت البطولة يجبر الطاقم الفني على التركيز في التدريبات على العامل البدني دون إغفال أهمية عنصر الانسجام في اللعب بين عناصر يفرقهم انتماء الأندية المحلية ويوحدهم نداء الوطن وقميص المنتخب. ويبقى الهدف المشترك والأسمى تحقيق لقب جديد بعد إنجاز نسختي 2018 و2021. الحمد لله مجموعه اللي مزيانه، بحكم ان كاين لعابه يعني المتميزين في الفرق ديالهم. احنا ديجا يعني كنتعرفوا بحكم انك تلعب مع بعضياتنا كنلعبوا، وحنايا هنايا كنلبيو نداء الوطن، يعني ما عليك الا غادي تجي غنمشيو ان شاء الله باش نمشيو نجيبوا ديك لاكوب لما لا نربحوا باش نجيو نفرحوا الشعب المغربي ان شاء الله. احنا كنا شفنا التظاهرات الاخيره اللي كانوا شاركين في المنتخب المحلي، حققوا وحده في 2018 الدار البيضاء، والثانيه كانت جابوها على برا في كاميرون. هادشي علينا الضغط عليه بيان سور، ولكن حتى حنايا عندنا نكتبوا اسم ديالنا حتى حنا في المنتخب المحلي ان شاء الله، ونمشيو ان شاء الله لكينيا ونجيبوا هذا التظاهر علاش لا ان شاء الله. رحلة البحث عن اللقب الثالث تنطلق من بوابة أنغولا في أولى مواجهات دور المجموعات بملعب نيايو هنالك في نيروبي، قبل ملاقاة البلد المضيف كينيا ثم زامبيا وأخيرا الكونغو الديمقراطية. مسار تأمل كتيبة السكتيوي بدأه بانطلاقة مثالية وإنهاءه بتتويج آخر ينضاف إلى خزائن الكرة المغربية. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. وكما شفنا الاخوان ديالي في هذا الفيديو استعدادات او لا تدريب ديال المنتخب الوطني اللي غادي يجري المقابله الاولى ديالو يوم الاحد على الساعه 5 مع منتخب انغولا للمحليين، اللي المنتخب الوطني للاشاره جا في المجموعه الاولى قياده الاطار الوطني طارق السكتيوي، وتنعرفوا ان طارق السكتيوي والامكانيات اللي عنده وحنا تايقين فيه، وشفناه مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد باريس كيفاش قدم مع المنتخب الوطني وقدر يحرز على المرتبه الثالثه، وكان على بعد تفاصيل بسيطه امام اسبانيا كان ممكن يمشي للنهائي وكان ممكن يدي ذهبيه باريس. اخوان ديالي المنتخب الوطني سبق لي فاز بهذه البطوله هذه جوج ديال المرات، مره مع الحسين عموته ومره الثانيه مع جمال السلامي. اخوان ديالي جمال السلامي او لا حسين عموته اطور كفء او اطور اللي تنفتخروا بها خارج المغرب وداخل المغرب، وتا طارق السكتيوي لا ما تيقلش
اهميه وما تيقلش خبره عليهم، وتا هو تايقين فيه وعارفين بانه غادي يقدر يدير لنا شي حوايج زوينين في هاد كاس افريقيا هادي، ونتمناو اللقب لما لا، علاش لا. والمقابله الاولى غادي تكون هي المفتاح، نتمناو الفوز امام منتخب انغولا، وغادي نتابعوا المباريات ديال المجموعه الاولى باش نعرفوا المنافسين ديال المنتخب الوطني في هذه المجموعه كيفاش دايرين، الاداء ديالهم كيفاش داير. المقابله الاولى اللي غادي تكون ديال المجموعه يوم السبت غدا ان شاء الله ديال تنزانيا، وباقي المباريات ديال المجموعه غادي يكونوا يوم الاحد. اخوان ديالي، نتمناو التوفيق للمنتخب الوطني، ونتمناو انه تكون مسيره موفقه ليه في هذه الكاس هذه وفي هذه الدوره، دوره ثلاثيه كما تنعرفوا. اخوان ديالي، ما بقى لي غير نقول لكم الفيديو سالا، الى عجبكم ما تنساوناش من تشجيم، اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. والى فيديو قادم ان شاء الله، دمتم في رعايه الله، الى الملتقى باذن الله.